هادي عاوتاني واحد الفضيحة جديدة كتنضاف للكاف. كما شفنا البارح المنتخب المغربي للناشئين الأقل من 15 سنة لعب مع المنتخب السنغالي وخسر. أما بالنسبة للخسارة والربح في كرة القدم هذا أمر عادي، يمكن لك تربح يمكن لك تخسر عادي، ولكن اللي ماشي عادي واللي ما مفهومش هما دوك اللاعبين ديال المنتخب السنغالي. واش هادوك أقل من 15 سنة؟ أنا غير على حسب النظرة ديالي والشوفة ديالي كنقول هادوك الصغير فيهم عنده واحد 18 19 سنة. وهذه ماشي هي النظرة ديالي، لأن كاع المحللين وكاع الناس اللي كيفهموا والمهتمين بالشأن الرياضي كلهم متفقين على القضية بأن المنتخب السنغالي ما هوش منتخب ديال الناشئين اللي قل من 15 سنة، وهذه كتعتبر مهزلة وفضيحة كبيرة بالنسبة للكاف، لأنها خصها تكون واحد المراقبة ومتابعة لهاد المنتخبات هادو، وبالأخص هادو ديال الناشئين. هانتوما شوفوا هاد اللاعبين السنغاليين كي دايرين تبارك الله، شوف قداش هما دابا هادو تعطيهم حتى عمر ديال اقل من 15 سنه، راه ما يمكنش ما تدخلكش للدماغ. ولا الحارس، هاد الحارس هذاك وكانوا زوجوه كون راه ولدو قد هذا اللي كيلعب ضده على اساس هو عنده اقل من 15 سنه. وهادي راه واحد الفضيحه وفضيحه كبيره بزاف. وإلا بقات الكاف غاديه بهاد الطريقه الخدمه ديالها ما عمر الكره الافريقيه غادا تقدم. خاص الكاف تولي توقف على الخدمه ديالها ودير مسؤولين اللي يكونوا مختصين بالنسبه لهاد الاعمار هادو اللي يتابعوهم. اي يا سيدي فعلا يتابعوا هاد الوليدات هادو ويراقبوهم وتكون مراقبه صارمه حتى يتاكدوا بان هاد الوليدات هادو راه عندهم 15 سنه او اقل. وانت جايب لي دري مسكين عمرو 13 سنه ولا 14 سنه وملعبوا لي مع واحد قد البوطو ديال الضو، هذا راه الا تلاقى مع هواويه في كره في الرجل نيشان زاد هكا في كره ديريكت راه يهرسوا. وهذا الا بغا يطوندي معاه سيدي في كره عاليه ضربه زاويه كره عاليه الدريري هذا باغي يطوندي قول لي ما عمره يطوندي مع سيبيرمان ما عمره يطوندي. وتبارك الله بنادم فيه 2 متر ديال الطول. انا بعدا كيبان لي المنتخب السنغالي هو واقيلا المنتخب الاولمبي ماشي ديال قبل 15 سنه.